عشان طبعا كتير من الإخوة لا يفتنوا بالأمر ده. طبعا الأخ عمرو شريف احنا طبعا واكلين مع بعض عيش وملح، وكان أخ طيب جدا، وأنا شخصيا كان على المستوى الإنساني كنت بحبه جدا. للأسف طبعا أنا حزين إن أنا بقول كنت دي يعني. الأخ طبعا كان في الظاهر إن هو كان بيتكلم بمنهج أهل السنة. للأسف كان بيحاول يناقشني مناقشات كتير جدا. حتى هو بيقول في فيديو من الفيديوهات، يا رب نقدر نجيب الوقت منه كده دقيقتين، بيقول شيخنا الشيخ مصطفى حجازي زي ما هو بيقول كده: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. كاميرا كلوز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللايف ده يا شباب هنتكلم عن الرقى الشرعية ما بين الدجل والسنة النبوية. معانا طبعا شيخنا الشيخ مصطفى حجازي، متخصص طبعا في الرقى الشرعية. هيكلمنا عن ايه هي الرقى الشرعية، وهل في رقى شرعية قبل الجاهلية قبل الإسلام؟ يعني هل في قبل الإسلام ناس كانوا بيرقوا بالرقى الشرعية ولا لا؟ الحالات العضوية نعمل ايه؟ الكلام ده كله تمام. واللي فيه سؤال يا شباب يكتب في كومنت. انا بقى الصوت في صوت ولا الدنيا عامله ايه؟ في صوت ولا الدنيا عامله ايه؟ كده في صوت. وفوجئت في مسألة هو اخترعها، هو نفسه اخترعها، وبدأ يبقى يعملها مشكلة كبيرة جدا. للأسف الأخ فوجئت غفر الله لنا وله إن هو طبعا بينكر دخول الجن جسم الإنسان، وبينكر صرع الإنسان من الجن، وبينكر وجود أعراض وأوجاع الإصابة الروحية، المس والسحر والعين. وكمان بيقول إن الإصابات الروحية لا يمكن الجزم بيها إلا عن طريق الوحي. يعني إيه؟ يعني أنت عمرك ما تقدر تقول إن في واحد عنده مس أو سحر أو عين إلا لو كان عندك وحي. يعني محتاجين نبي. طبعا كان المسائل برد عليه كتير جدا في المسائل دي، وردود طبعا أكيد أنتوا اللي متابعني على صفحتي، لأن دايما بنشر بوستات بتقول المغزى اللي انا عايزه. يعني لما اتكلم على الصرع مثلا نجيب الاول اقوال الائمه، نجيب الاحاديث اللي بتسند كلامنا، ان انا اللي بيني وبين اي حد هو كتاب الله وسنه رسوله. فالاخ طبعا للاسف غفر الله لنا ولا، يعني لقيت ان هو في الاخر اكتشفت طبعا ان هو قال لي ان هو عنده مرض. للاسف اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيه. هو عنده مرض نفسي خطير اسمه البانيك اتاك ديس اوردر، او هي اضطرابات الهلع المزمنه. ده بيخليه لما حد بيكلمه بيبقى عصبي جدا جدا، واحيانا ما بيفكرش في اللي هو بيقوله. وكان لما يتعصب للاسف بناء على المرض ده، اسال الله ان يشفيه منه، يعني ان هو بيخرج عن اطار الوعي وايه تاني، واطار الاحترام. يعني ممكن هو بيكلمك يقول لك انت ما بتفهمش، انت عبيط، انت حمار، انت حرام عليك، ويتعصب عصبيه شديده جدا، ويتنرفز بطريقه صعبه جدا جدا. وده كان في اوقات كتيره جدا بيخليني ان انا ما كملش معاه مناقشه. ليه؟ يعني هو احيانا بيغلط، يمكن هو بعد كده يمكن من ضمن حسناته ان هو بيعتذر بعد كده، بس هو يعني انا كنت بأشفق عليه احيانا. احنا كان في اوقات بنقعد نتناقش من الساعه 10 11 مثلا لحد الفجر، نتناقش في مساله 2 3، وكان يعني انا كنت بشفق عليه هو نفسه. هو بقى اعتقد ان انا لما بأشفق عليه لما بلاقيه بيوصل لمرحله معينه كده، اعتقد ان انا كان في الوقت ده بهرب. ابدا، والله ابدا. اللي حاصل ان هو ما كانش يبقى شايف نفسه هو وصل لحد فين.
هو بيكون وصل لمرحله ان هو بدا يزعق وبدا يقول لي لا، وبدا يعني هو طبعا بيجي الوقت كده يقول لك ايه، ما يخليكش حتى تقول الدليل اصلا، يعني ما يخليكش حتى تقول الدليل، يعني لو انت عايز تقول الدليل ما بيديلكش فرصه انك تقول الدليل. فطبعا هو اخترع مساله اللي هي ان المس والسحر والعين اصابات غيبيه ولا يمكن الاستدلال عليها الا ايه بوحي. انا قلت له انا بسالك سؤال واحد، عايز منك طلب واحد، عايزين واحد بس من اهل العلم، واحد بس قال ان الاشياء دي في الغيبيات. لا، ده هي الاصابات دي اصابات موجوده، والاصابات دي كان في رقاة بيستدلوا عليها وبيعالجوها قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، واثناء البعثه اثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والى الان موجوده، المعالجين موجودين. فهو لما عايز يقول ان الاعراض لا يمكن الاستدلال عليها، أي حد مصاب بمس أو سحر أو عين إن ثبت، وده لا